هي أول رائدة فضاء تونسية ستسافر عبر رحلة مدارية حول الأرض. سلسبيل حويج ستبدأ برنامج تدريب استعدادا لمهمة فضائية عام 2029. الخبر الذي أذاعته جمعية علوم الفلك في تونس سيكون وفقا لبرنامج تدريبي تحت إشراف شركة تيتان سبيس اندستريز. سلسبيل قالت إن الرحلة كانت حلم طفولة هو يتحقق الآن. برنامج التدريب سيمضي على 3 سنوات ويتضمن تدريبات تقنية ونفسية وصحية على أن يتوج باختبار دقيق ستمر في حال اجتيازه سلسبيل إلى تدريب إضافي لمدة عام يتعلق بالمهام المحددة التي ستقوم بها داخل المركبة. الرحلة ستدور حول الأرض بارتفاع 300 كيلومتر عن مستوى سطح البحر وستستغرق 5 ساعات، منها 3 ساعات في بيئة انعدام للجاذبية. فبعد أن قضنا الطائرات فوق الأرض، نساء تونس يطرن الآن حول الأرض.